السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده عند المرشدي. المرشدي يعني ادوات بالظبط كده ادوات منزلية. كل البنات اللي على وش جواز، كل البنات اللي بتفكر تجهز نفسها، كل الامهات اللي عايزة تجهز بناتها تجري بسرعة على المرشدي. على فكرة كل يوم بيعمل عروض. عنده اطقم الصيني ما شاء الله، احنا في اليوم بتاع اطقم الصيني بداية من 5000 جنيه، 5 و7 و8 و10 و12 و14 لغاية أقصى حاجة 47 ألف جنيه. طبعا الغاوي بينقط بطاقيته. انا عايزه مثلا طقم صيني عالي، اوبشن وعالي، بشتري اللي يناسبني. لكن في ظل الظروف دي يا بنات مفيش داعي تشتروا الحاجه الغاليه، هاتوا الحاجه المتوسطه اللي اسعارها معقوله، اللي في متناول ايدينا، لان ده بند من البنود. يعني خير الامور الوسط. ممكن حاجه ب 11، حاجه ب 12. وعلى فكره ممكن تشتروا نص طقم، يعني الطقم ده 132 قطعه، ممكن تشتروا بس النص يعني 62 قطعة. يعني من كل طقم مثلا، من كل حاجة 12، لا خليها ستات. يعني مثلا 6 غرف، 6 مسلطح، 6 للرز، 6 للشوربة، كده 6 فناجيل قهوة، 6 فناجيل شاي. بالمناسبة هو معاه طقم شاي، يعني ما شاء الله أي طقم بتشتروه معاه طقم شاي كامل، وطقم كاكاو، وطقم قهوة. يعني هيوفر لكم برضو حسبة كام حاجة كده هتوفريها في النيش بتاعك. عايزه اقول لكم ان الخامات بتاعته عاليه قوي وراقيه قوي، وموديلاته شيك جدا وحديثه. هو بيبيع موديل السنه. الموديلات اللي قدمت شويه عنده مثلا موديل 23 او اواخر 22 هتلاقوهم مثلا بسعر ايه، 5000، 6000. في بنات طبعا عادي جدا ان هي تشتريها، مفيش ادنى مشكله. عمر الصين ما بيبطل ولا موديلاته بتبطل، كل سنه بسنتها كده، وكله بيغير وكله بيجيب نفس الموديلات، وهتلاقي في الاخر كلها موديلات واحده. في الاخر هو صيني، يا اما ماليزي يا اما مصري، مفيش حاجه وسط ما بينهم. في حاجات اماراتي، اسمها ايه، أمي... اماراتي او يا بنات اماراتي. معلش التعبير خاني. برضو عنده. عايزه اقول لكم ان كل حاجه عنده متوفره. موديلات حلوه، موديلات شيك، اسعار غاليه شويه واسعار متوسطه واسعار معقوله. كل واحده تشتري اللي يناسبها، مفيش داعي نجزر اهالينا، ومش فيش داعي نحط في بند واحد مبلغ كبير. في كمان عنده اطقم عشاء حلوه قوي بتبتدي من 1200 جنيه، ممكن تساندوا بيه او تساعدوا بيه. وعنده اطقم ميلامين برضو حلو قوي، وعنده اطقم فرداني، اطباق فرداني، ممكن تجيبي 6 من ده وستة من ده، او 3 من ده وثلاثة من ده، تجمعي طقم مش هيقولك لا. عنده صيني وعنده اركوبال وعنده بايركس، عنده جميع الحاجات. يعني هتدخلي هتشتري. بس انا من رايي ما نهدرش فلوسنا في حاجات ملهاش لازمه. الحاجات دي في الاخر بتتحط في النيش وبس، ما بتستخدمش كتير. ولكن نجيب الحاجه اللي هي بس لابد منه. وبس نجيب الحاجه اللي في متناول ايدينا. يعني اللي في متناول ايدينا، مش لازم نبذر ونب يعني نحط مبالغ كبيرة في بند واحد، لا مفيش داعي. احنا نجيب اللي احنا نقدر نجيبه، واللي مش هنقدر نجيبه دلوقتي بكرة نجيبه بعدين. بس المهم ان انت تكوني مستورة وبيتك مستور وجايبة الحاجات اللي انت فعلا محتاجاها. ما تصرفيش عمال على بطال يا بنات وتجيبي حاجات ملهاش 30 لازمة. هاتي الحاجات اللي فعلا انت محتاجاها في بيتك او في النيش. ممكن تجيبي زي ما قلت لك نص طق في ب8، وفي ب7، وفي ب5، وفي ب14، وفي ب11، وفي ب12، وفي لغاية 47 ألف جنيه. اللي يعجبك. عايزة تجيبي من أي نوع نص طقم يبقى كويس أوي، عايزة تجيبي طقم كامل تمام، اللي يعجبك. انت أدرى بالميزانية بتاعتك. حبيت أجيب لكم وأصور لكم المرشدي اللي دلوقتي اللي احنا فيه. وده فين يا بنات؟ في الشيخ زايد. محل كبير جدا كله ادوات منزليه، كله ومفروشات. العرايس هتدخل تجهز من عنده كل حاجه لغايه البلاستيكات. انا هصور لكم جزء جزء في المرشد. استنوني، انا النهارده قاعده طول النهار هناك بصور كل الاقسام وكل حاجه عنده خطوه بخطوه. وخليكم معايا يا بنات مش هتندموا. بالعكس انا جايبه لكم المرشد لغايه البيت عندكم. بدل ما بتتفرجوا على المجلات بتاعته، انا صورت لكم على الطبيعه. هتتفرجوا وتاخدوا فكرة عن الأسعار، عن الموديلات، عن المحل. وهتشوفوا ايه رأيكم وتقولوا لي في كومنتاتكم المكان عاجبكم ولا لا. والأسعار طبعا الأسعار عالية، محدش يقول لا، بس كل حاجة وليها سعرها. السلام عليكم. أسيبكم بقى تتبسطوا بالفيديو وتستمتعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.